بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه توبي وهو قاعد ماسك التليفون بتاعه، وبيجي ابوه ينادي عليه وبيطلب منه يساعده في تصليح العربية. فبيقول له توبي انه مشغول دلوقتي ومش فاضي. وبنعرف ان توبي وابوه كانوا مقربين جدا من بعض، ولكن في الفترة الأخيرة العلاقة بينهم مش كويسة. وبعدها ابو توبي بيخرج علشان يصلح العربية لوحده، وفجأة بيهجم عليه 2 حرامية ملثمين وبيطعنوه بالسكينة وبياخدوا العربية وبيهربوا. وهنا توبي بيسمع صوت دوشة جاي من بره، فبيطلع يشوف ايه المشكلة، وهنا بيتفاجئ بابوه واقع على الارض مقتول. وبعدها بيدخل توبي في صدمة نفسية واكتئاب، ومش بيقدر يسامح نفسه انه ساب ابوه لوحده، وبيحمل نفسه مسؤولية اللي حصل، خاصة انه ما كانش له حد غير ابوه. وعشان كده بينضم توبي لبرنامج اعادة التأهيل، وبيكون ده نوع من العلاج النفسي على امل ان حالته تتحسن. وبتكون رئيسة المجموعة دي واللي بتشرف على علاجهم واحدة اسمها كاي. وبتقول كاي لتوبي وباقي الشباب اللي معاه في العلاج الجماعي انهم هيجربوا انواع علاج كتير، والنوع الاول من العلاج ان كل واحد منهم هيفضل على جزيرة مهجورة لوحده لمدة 3 أيام، والتجربة دي هتساعدهم يعتمدوا على نفسهم أولا، وكمان كل واحد هيستعيد ثقته بنفسه. والانعزال عن الناس وسط الطبيعة هيساعدهم في الاسترخاء وهدوء الأعصاب. وبتقول لهم إن كل واحد هياخد معاه أكل يكفيه لمدة 3 أيام، وخيمة وكل الأغراض اللي ممكن يحتاجها. وبتفضل كاي ماشية بالمركب طول الليل، وبيكون واضح إن الجزر اللي رايحين لها بعيد ومعزولة. ولما بيجي الصبح بتوصل كل واحد للجزيرة بتاعته، وبتوصل توبي للجزيرة اللي هيفضل عليها، وبتقول له يقابلها بعد 3 أيام وقت الشروق على الشط في نفس المكان. وبتنصحه يستمتع بوقته ال3 أيام دول وما يقضيش الوقت في النوم، وده لأنه مش هيعيش تجربة زي دي تاني في حياته. ولما بتمشي كاي بيبدأ تومي ينصب الخيمة بتاعته، وبيروح يجمع حطب علشان يولع النار. ولكن لما بيرجع للخيمة بيتفاجئ بقرد فتح شنطة الأكل وبياكل منها، فبيجري توبي ناحيته علشان يبعده عن الأكل، وبيلاقي القرد أكل معظم الأكل وبوظ الباقي. وكان المفروض إن الأكل ده هيكفي توبي لمدة 3 أيام. فبيبدأ توبي يتشائم من وجوده على الجزيرة، وبيبقى مش عارف يعمل ايه. وهنا بنشوف حد بيراقبه من وسط الاشجار، وتوبي مش بيكون واخد باله، وبيحاول يولع النار بولاعه بدائيه وبيفشل، ومن غضبه بيرمي الولاعه في الميه. وبعدها بيستوعب ان اللي عمله ده غباء وبيقوم يدور عليها. واثناء ده رجله بتتجرح في الصدف اللي بيكون موجود على صخره، فبيطلع من الميه. وبعدها بيكتشف ان اللي جرحه ده يبقى بلح البحر، وبيطلع من معاه ميداليه فيها سكينه علشان يعرف يفتحه. وبيلاقي الميداليه فيها ادوات تانية غير السكينه، ومنها عدسه مكبره، وبيستخدمها وبيجمع بيها اشعه الشمس على الحطب وبيولع النار. وبيكون توبي من شدة الجوع أكل كمية كبيرة من بلح البحر ني، وبعد شوية بيحس بألم شديد في معدته، وبيكون جاله تسمم من الأكل الني. وشوية وبيحس بالعطش، فبيقوم يدور في الغابة على أي مصدر مية ينفع يشرب منه. وبيمشي وهو قايد الكشاف بتاعه لحد ما بيلاقي جوز هند على الأرض. والمعروف إن جوز الهند بيبقى فيه سائل بيروي العطش. وفجأة بيسمع صوت خطوات حد بيتحرك حواليه، ولما بيدور على مصدر الصوت بيلاقي حد لابس قناع واقف وسط الأشجار. فبيجري بسرعة عند الخيمة وبيجيب شعلة ضوئية وبيضربها في وسط الأشجار علشان تنور له المكان. ولكن بسبب التسمم اللي عنده بيبقى ما عادش شايف وبيفقد الوعي. ولما بيفوق الصبح بيلاقي جنبه ثمرات جوز هند مفتوحة، وبدون تفكير بيشرب منها لحد ما بيروي عطشه. وبعدين بيسأل نفسه مين اللي فتح له جوز الهند، وبيلاقي جنبه بنت جميلة موجودة في المية. وبعد شوية بتطلع من المية وبتاخد أغراضها وبتمشي. فبيمشي توبي وراها وبيفضل يراقبها، لكن فجأة بيلاقيها اختفت. ومرة واحدة بتظهر قدامه ماسكة سكينة وبتجري عليه، فبيخاف وبيقع على الأرض. وبيطلع إنها مش بتجري علشانه، إنما بتكون سمعت صوت حيوان وقع في المصيدة بتاعتها. ولما بيروح توبي وراها بيلاقيها بتجيب الحيوان اللي اصطادته، وبتقول له المكان هنا خطر، وبتقول له يجي وراها. وبيروح توبي معاها، وأثناء ما هو ماشي بيشوف المصيدة، وبيسألها إيه اللي جابها على الجزيرة دي وجت هنا إزاي، ولكنها مش بترد عليه. وبتولع نار وبتشوي الحيوان اللي اصطادته، وبيعرفها توبي على نفسه وبيحكي لها هو جه الجزيرة ليه، وهي بتسمع بس ومش بترد عليه. ولما الأكل بيجهز بتعطيله منه وبياكلوا سوا. وفجأة بيلاقيها توبي ماشية وسايباه، فبيقوم يمشي وراها وبيسألها راحة فين. فبتطلع السكينة وبتضرب بيها تعبان كان جنبه، وبتقول له خليك جنب النار وما تتحركش من عندها لأن التعابين بتخاف من النار. وبتمشي، وأثناء ما هي ماشية بتقول له إن اسمها مادلين. وبيسمع توبي كلامها وبيفضل جنب النار. وبالليل بيسمع صوت خطوات حد جاية من الغابة، وبيقوم يشوف إيه مصدر الصوت، ولكن مش بيلاقي حاجة، ولكن بيبقى حاسس إن في حد بيراقبه. ولما بيقوم الصبح بيلاقي مادلين بتحضر الفطار علشان يفطروا سوا. وأثناء ما هم بياكلوا بتشوف مادلين جروح في رجله، فبتقول له يجي معاها علشان تعالج له الجروح. وهم في الطريق بيسألها توبي هي موجودة على الجزيرة من امتى، فبتقول له انها موجودة على الجزيرة دي من وهي صغيرة. وبيسألها حد عايش معاها ولا لا، فبتقول له انها عايشة مع والدتها، وبتقول له ان ابوها مات من فترة. وبيقول لها توبي ان هو كمان ابوه مات. وبتاخده مادلين عند شجرة معينة، وبتاخد الثمار بتاعتها وبتحطها على رجله. وبيلاقي توبي ان مفعولها زي المخدر. وبعدها بتعلمه مادلين اساليب البقاء وازاي يصطاد، وبيقضوا اليوم سوا وبيمشوا مع بعض لحد ما بيوصلوا لمكان معين. وبتقول له مادلين ان الليل قرب ينزل وهو لازم يمشي. وبيلاقي توبي جماجم لناس وحيوانات
بالونات متعلقة، ولما بيسألها توبي ايه الجماجم دي بتقول له انها لازم تمشي قبل ما الليل يجي، وبيحاول توبي يروح وراها فبتمنعه وبتقول له ان امها لو شافته هتقتله، وبتقول له يروح دلوقتي وبكره يتقابلوا. فبيقول لها ان كاي هتيجي بكره وقت الشروق علشان تاخده من الجزيرة، فبتغضب لما بتعرف انه كان هيمشي من غير ما يقول لها. وقبل شروق الشمس بتكون كاي وصلت عند الشاطئ ولكن توبي مش موجود، فبتنزل تدور عليه وبتستخدم كشاف وبتنزل وسط الاشجار تنده عليه، وفجأة بتسمع صوت حد بيتحرك جنبها فبتخاف وبتقع والكشاف بيقع من ايدها، وشوية وبتلاقي حد بإيد الكشاف بتاعها، فبتفكر ان توبي بيهزر معاها، فبتقول له يبطل هزار وبتقرب منه، فبيطفي النور وبيرمي الكشاف على الارض. فبتنزل تجيب الكشاف وبنلاقي حد بيهجم عليها، وبينتهي المشهد على صوت صراخها. وبعد ما بيطلع النهار بيلاقي توبي انه راحت عليه نومه ومش عارف الساعه كام، وبيفضل منتظر كاي علشان تيجي تاخده. وهنا بيشوف حاجات عايمه على وش الميه، فبيعوم علشان يشوف الحاجات دي جايه منين، فبيلاقي المركب بتاع كاي مقلوب في البحر، وقبل ما يتحرك ناحيته بيلاقي ست خارجه من عند القارب وشايله شنطه كاي، وبتتاكد اذا كان حد شايفها ولا لا. فبيغطس توبي وبيدخل القارب وبيلاقي كاي مقتوله، فبيطلع يمشي ورا الست اللي شافها وبيخمن انها ام مادلين، وبيروح للمكان اللي مادلين حذرته يعدي منه. ولما بيمر منه بيشوف بقايا لكنيسه محروقه، وبيشوف ام مادلين بتصطاد حيوان فبيسيبها مشغوله وبيكمل مشي لحد ما بيلاقي بيتهم. ولما بيدخل البيت بيلاقي شنطه كاي وبيلاقي جيركن وقود، وبيشوف صندوق فيه جوازات سفر لناس كتير وصوره لمادلين وابوها وامها وهم صغيرين، وبيلاقي اللاسلكي بتاع كاي وبيحاول يتكلم فيه علشان اي حد يسمعه ولكن محدش بيرد عليه. وهنا بتدخل مادلين وامها للبيت، وتوبي بيتدرى علشان محدش يشوفه، وبيلاقي ام مادلين بتحط ثمرات النبته المخدره في الاكل، وبيستغل انها مشغوله في عمايل الاكل وبيعرف مادلين انه عاوز يقابلها ضروري. ولما بيمشي من المكان بيعمل فخ زي ما مادلين علمته قبل كده، وده علشان لو امها حاولت تقتله. ولما بتقابله مادلين بيحكي لها ان امها قتلت كاي لما كانت جايه تاخده من الجزيره، فبتقول مادلين انها مش متذكره اي حاجه من حياتها وكانها فقد الذاكره، هي فاكره بس انها لما كانت صغيره كان في ناس كتير عايشين على الجزيره وكانوا بيلعبوا وكانت الحياه حلوه، ودلوقتي مفيش اي حد من الناس دي موجود. وبتقول له معقول تكون امها قتلتهم كلهم؟ فبيقول ان امها كده بتشكل خطر عليها وانه لازم ينقذها ويخرجها من الجزيره، وبيقول ان ممكن يستخدم جهاز اللاسلكي اللي لقاه ويطلب المساعده، وبيطلب منها تهرب معاه. فبتقول له انها هتيجي بكره علشان يمشوا سوا. وتاني يوم بيكون منتظر مادلين وبيشوف المناره بتاع الشاطئ، وبيطلع عند المكنه بتاع المناره وبيحاول يشغلها ولكن بيلاقي ان ما فيهاش وقود، وعلى طول بيجي في باله جيركن الوقود اللي كان شافه قبل كده في بيت مادلين. واثناء ما هو راجع بيطلع عليه واحد من اللي كانوا معاه في برنامج اعاده التاهيل، وبيحكي له ان لما كاي اتاخرت قلق وجه للجزيره دي علشان يدور على توبي. وشويه والليل بيجي وبيعمل توبي اكل وبيحكي له عن اللي حصل معاه، والشاب ده بيقول له ان مفيش فايده من تشغيل المناره بينما في سفاحه على الجزيره، اللي امن انهم يرجعوا للجزيره اللي هو كان عليها. فبيقول توبي انه مش هيمشي من غير مادلين لانها في خطر زيهم، وبيقول انها كان المفروض تقابله النهارده واكيد ما جاتش علشان امها منعتها، وبيقول له انه هيروح علشان يجيبها. ولما بيدخل البيت ام مادلين بتمسكه وبتقول له ان وجوده هنا هيتسبب في موته، فبيزقها وبيجري، فبتجري وراه وبيكون بيستدرجها للفخ اللي كان عمله قبل كده. ولما بيوصل لهناك هي بتدوس على الفخ وبيدخل الرمح في بطنها، فبتقول له انت مش متخيل حجم الغلطه اللي انت عملتها. وبيسالها ليه قتلت كاي من غير ذنب وليه قتلت كل الناس اللي كانوا على الجزيره، فبتقول له انها ما قتلتش حد. ولما بيسالها امال مين اللي قتلهم بتقول له مادلين هي اللي قتلتهم كلهم. وبتحكي له ان من زمان لما مادلين كانت صغيره سمعوا من سكان الجزيره ان في كيان غامض عايش على الجزيره، وان سكان الجزيره من وقت للتاني بيقدموا له قربان علشان يرضى عنهم. وفي الحقيقه انه ما كانش راضي عنهم ولا حاجه، هو بس كان مستني الجسم المناسب اللي يدخل جواه. ومادلين كانت لسه طفله وخدها الفضول وقربت منه، ومن هنا دخل في جسمها، وبعدها قتلت كل اللي كانوا على الجزيره الا امها، وهي اضطرت تعيش بيها على الجزيره علشان تبعدها عن الناس وتمنعها تمشي من الجزيره، وبتعطيه ثمار من النبته المخدره علشان يستخدمها ضد مادلين لو اتحولت للكائن الغامض. وبتقول له ان الكائن ده بيخاف من النور، وبتقول له اوعى تسمح لمادلين انها تمشي من الجزيره، وبتموت ام مادلين. وبيكون في الوقت ده صاحب توبي قاعد مستنيه وبيسمع صوت حد بيتحرك حواليه، وفجاه مادلين بتهجم عليه وبتسحبه بعيد. وتوبي لما بيسمع صوت الصراخ بيجري للمكان وبيلاقي صاحبه مش موجود، وبتيجي مادلين ومعاها جثه امها وبتساله قتلتها ليه، فبيقول لها انه قتل امها علشان يحميها، فبتظن انه لسه معرفش بحقيقتها. وتوبي بيتماشى معاها على ما يحط لها النبته المخدره في بقها، ولكنها بتحس بالغدر وبتتحول، فبيضربها وبيعصر النبته في بقها وبيكتفها وبيهرب، وبيروح يجيب الوقود وبيطلع للمناره وبيشغلها. واثناء ما هو نازل بيتكسر بيه السلم وبيقع، وبتكون مادلين فكت نفسها وجت للمناره وبتحبسه في المكان، وبتكون في هيئه الوحش وبتهجم عليه وبتخنقه، وبتكون على وشك تموته. ولكن توبي بيلاقي مرايه مكسوره وبيفتكر لما امها قالت له انه بيخاف من النور،
النور، وبيستخدم المراية علشان يعكس ضوء المنارة وبتسيبه، وبيخرج من المكان وبيستخدم اللي باقي من الوقود وبيولع النار علشان يحبسها جوه. ولما المكان بينور بترجع مادلين لطبيعتها وبتبقى مش عارفة ايه اللي حصل، وبتبص لتوبي ببراءة علشان تستعطفه وينقذها، لكنه بيطلع ناصح وبيقفل عليها الباب وبيمشي. وبيكون في مركب انقاذ جه على نور المنارة، وبيعوم توبي في اتجاه المركب، وشرطة الانقاذ بيطلعوه وبيعطوه غطا علشان يتدفى، وبيسألوه حد كان معاك على الجزيرة، ولكنه مش بيرد من الخوف اللي مر بيه. وبيطلع ان لما توبي كان بيعوم في اتجاه المركب الوحش هجم عليه وقتله. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان الملخصات اللي جاية، وسلام.